السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد عصام في حلقة جديدة النهاردة. حلقتنا النهاردة كتبها لنا وقعدها الكاتب اسماعيل هشام، احب اشكره جدا. وقبل اي حاجة ما تنسوش تأكدوا انكم مشتركين في القناة وفعلين زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش في حلقة النهاردة. في اخر يوم امتحانات ثانوية عامة كنا ماشيين انا واصحابي بعد ما خلاص خلصنا سنة العذاب زي ما بيقولوا. كنا بنتكلم على اننا لازم نعمل كل حاجة اتحرمنا منها في السنة دي، واحنا متجمعين قدام باب المدرسة بعد اخر امتحان لينا لقينا الحاج منصور جاي بيجري ناحيتنا وشكله مخضوض. بقول لكم ايه يا اولاد، ما شفتوش سعيد؟ رديت انا عليه: لا يا عم منصور، محدش فينا شافه النهارده خالص. امال هيكون راح فين بس؟ هو ايه يا عم منصور اللي حصل؟ طيب الواد سعيد ابني قال لي ان هو هيروح يلعب بالكوره مع اصحابه امبارح بالليل ومن ساعتها ما جاش. طب ما سألتش اصحابه ليه يا عم منصور؟ سألتهم طبعا يا ابني، قالوا لي انهم كانوا بيلعبوا كوره فعلا وقعدوا ساعه وبعدها خلصوا وكل واحد روح بيته. طب ممكن يا عم منصور يكون راح لقرايبكم مثلا، يعني شوفوا كده. سألت يا ابني لكن محدش يعرف عنه حاجه. خير يا عم منصور، ان شاء الله هنلاقيه، ما تقلقش. يا رب يا ابني يا رب. جمعنا بعضنا وبدأنا كل واحد يدور في حتة، لكن للأسف تعبنا وكان تعبنا ده من غير أي فايدة، لدرجة إن إحنا جبنا عربية وبدأنا ندور عليه بالميكروفون في المنطقة كلها. أكتر من 48 ساعة بندور عليه لكن من غير أي نتيجة، كأن الأرض اتشقت وبلعته. في النهاية عم منصور قرر إن هو هيبلغ البوليس، والحكومة بدأت تدور وتعمل الإجراءات الروتينية بتاعتها، لكن برضه مفيش فايدة. وفي الآخر القضية اتحولت ضد مجهول. لكن الغريب بقى واللي حصل بعد كده إني بشكل غير مفهوم أنا بدأت أحلم بسعيد. حلمت إننا كنا واقفين في أرض، والأرض دي أنا عارفها كويس بس مش فاكر أنا شفتها فين. كان سعيد شكله باين عليه آثار التعذيب، الدم بينزل من كل حتة في جسمه. قعد يعيط ويترجاني ويقول: انت اللي بايدك تساعدني، حل اللغز عندك انت يا ياسر. اعمل ايه يعني؟ فهمني طب يا سعيد. حل اللغز في ايدك. صحيت من الحلم مفزوع وانا مش فاهم اي حاجة. هو ايه حل اللغز اللي في ايدي ده؟ انا مش فاهم حاجة. الجملة اللي قالها سعيد لسه بترن في وداني. قمت هديت نفسي وقلت اكيد ده تأثير اللي حصل، واننا كنا بندور عليه كذا يوم. ما حطيتش في بالي وخلاص بدأت اتعايش عادي. لكن اللي مش فاهمه ان الحلم بدأ يتكرر تاني وتالت ورابع بنفس التفاصيل، وانا كل مرة اصحى مفزوع من النوم وبسأل نفسي لغز ايه ده. وفضل الحال ده لمدة اسبوع، لحد ما في اخر مرة حلمت بنفس الحلم وقال جملة مختلفة انا برضو مش فاهم يقصد بيها ايه. قال لي: انا الاول لكني مش الاخير. انا الاول لكني مش الاخير. الحل في ايدك يا ياسر. وبعد كام يوم من الحلم ده في ولد تاني من الشارع عندنا اختفى. نزلت اسأل الناس علشان اعرف ايه اللي حصل، واللي عرفته من الناس ان سمير ابن الحاج محمد نزل يشتري شوية طلبات للبيت بقاله 5 ساعات ولحد دلوقتي مرجعش. بدأنا كلنا ندور عليه في الشوارع، ورحنا للمحلات اللي هو راح يشتري منها نسأل اذا كان اصلا جالهم ولا لا. كان ردهم ان هو كان فعلا هنا وخد الحاجات ومشي. لكن واحنا بندور في شارع من الشوارع لقينا حاجات مرمية على الارض. اول ما شافتها ام سمير بدأت تصوت وتعيط: يا لهوي يا لهوي، هي دي الحاجات اللي انا كنت طالباها منه، ابني ابني. حاولت اهديها شوية: اهدي يا ام سمير، هنلاقيه ان شاء الله. لا 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 لا، انا مش مطمنه، انا حاسه ان الواد حصل له حاجه، انا قلبي مقبوض. وحيد الله يا ام سمير وان شاء الله هنلاقيه. دورنا في المنطقه تاني كويس بس يعني مفيش اي حاجه. احنا كنا بندور على امل اننا ممكن نلاقيه. بلغنا البوليس تاني يوم وبداوا يحققوا مع اصحاب المحلات وراحوا يسالوا في الشارع اللي احنا لقينا فيه الحاجات دي، لكن مفيش اي فايده. الشارع ده هادي جدا لان مفيهوش ناس ساكنه كتير، حتى البيوت فيها قليله اصلا. وفي النهايه
نفس اللي حصل مع سعيد حصل مع سمير، والقضية اتحولت لضد مجهول برضه. واللي كان مفاجأة بالنسبة لي إني في نفس الليلة اللي اختفى فيها سمير أنا بدأت أحلم بيه. بس اللي أنا مش فاهمه لحد دلوقتي أنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ أنا بحلم بالناس دي ليه؟ بيجوا بنفس الملامح ونفس الشكل والهيئة، بيبقى الدم على هدومهم ووشهم وكلامهم ليا في الحلم: حل اللغز بإيدك يا ياسر، مفيش حد يقدر يساعدنا غيرك، سكوتك هيزود الضحايا، اعمل حاجة، اتحرك. وصحيت للمرة المليون مفزوع، انا مش عارف اعمل لهم ايه. طيب شوية ولقيت تليفوني بيرن. كان محمود صاحبي اللي معروف عن محمود ان هو بيحب الحاجات اللي فيها مغامرة ورعب، وبيحب يعرف معلومات ليها علاقة بالعالم الاخر. المهم رديت عليه: يا محمود انت فين يا ياسر؟ بتصل بيك كتير ومش بترد ليه؟ حضرتك متصل الساعة 9 الصبح، هكون فين يعني؟ اكيد نايم. يا ابني بقى هو احنا هنقضي الاجازة كلها نوم؟ عايزين نخرج. لا 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 اخرجوا انتوا، انا ماليش نفس. مالك يا ياسر؟ صوتك مش مظبوط كده. مفيش حاجة يا محمود. طيب جهز نفسك بقى على العصر عشان احنا هنتجمع كلنا. هنتجمع نعمل ايه يعني؟ يا عم هو نتجمع وخلاص. طيب مش هشوف كده. وقفلت مع محمود، لكن انا مش مركز مع اي حد، انا مش مركز غير في الاحلام اللي انا بشوفها. اصل اكيد مش كل ده صدف يعني، او تهيؤات، او حتى تأثير الوضع اللي حواليا. لا، الموضوع فيه حاجة تانية، حاجة مش طبيعية. على العصر كده لقيت اصحابي تحت البيت بينادوا عليا، رديت عليهم وعرفتهم اني نازل. اعرفكم بقى على بقية اصحابي. احمد شخص متدين نوعا ما، او يعني بيحاول يكون ملتزم، وهو دايما معروف انه انسان محترم. سيف ده بقى تايه تماما، تقدر تقول كده هو مش عارف اصلا هو موجود ليه، عاش الدنيا كده ورميها ورا ظهره. ومحمود زي ما قلت لكم شخص بيحب المغامرة ويحب يعرف عن كل حاجة في الدنيا، وبالذات معلومات عن العالم الآخر. جهزت نفسي في 5 دقايق ونزلت ليهم قدام البيت، سألتهم ونزلت ليهم قدام البيت، بصيت لهم كده وسألتهم: ها هنعمل ايه النهاردة؟ انتوا نزلتوني ليه اصلا؟ لقيت محمود رد عليا بنبرة فزع: ايه ده يا ياسر؟ انت مالك رفعت كده ليه وشكلك تعبان وما نمتش كمان؟ سيف قال بنبرة هزار: انت متعاقب ولا ايه؟ شكلهم مانعين عنك الاكل في البيت. احمد رد على سيف بعصبية: هو انت كل حاجة كده عندك هزار يا سيف؟ اصبر يا عم نفهم ماله. في ايه يا ياسر؟ مالك؟ طمني عليك. مالكوا يا جماعة؟ انا تمام والله. في ايه؟ مفيش حاجة ما تقلقوش يعني. تمام ازاي يا ابني؟ انت مش شايف شكلك؟ طيب هنفضل بقى احنا نعمل تحقيق تحت بيتي يعني ولا ايه؟ هنخرج طب ولا اطلع تاني ولا هتعملوا ايه؟ طيب نروح شوية نقعد على القهوة اللي احنا متعودين نقعد عليها، وبعدها نقرر بقى هنعمل ايه. وفعلا رحنا على القهوة، لقينا الناس اللي كانت قاعدة هناك ما وراهاش كلام غير على الموضوع الأولاد اللي بتختفي فجأة وملهاش أي أثر. وأنا بصراحة كنت مركز قوي مع كل كلمة بتتقال منهم، لحد ما قطع تركيزي محمود لما قال: في ايه يا ياسر؟ مالك؟ مالي ازاي يا محمود يعني؟ عايز ايه؟ ما أنا تمام أهو. حاسك مش مظبوط كده. لا لا أنا تمام، أنت بس بيتهيألك. طب يا عم هتشرب ايه؟ أي حاجة يا محمود. احمد لاحظ ان انا متغير وقال لي: مالك يا ياسر؟ بس في ايه؟ قولي، مش احنا اصحاب؟ لو في حاجة يا عم نقدر نساعدك قول لنا عليها. بعد كل الزن ده قررت ان انا احكي ليهم. سيف بطريقته اللي دايما هزار: ياه ده الواحد بيحب الاحلام دي قوي، يعني بيحس ان هو كده في مغامرة من مغامرات الافلام او القصص اللي بيسمعها. تاني بتهزر تاني؟ يا عم بضحك الولد بدل ما هو مكتئب كده، ما انت شايف. طب اسكت خالص بقى. ياسر هو انت بتصلي؟ مش هكذب عليك انا ما بصليش، لا. طب حاول تصلي، يمكن يكون ده شيطان او بيحاول يخوفك. انت عارف ان من ضمن الطرق بتاعتهم هي الاحلام. لا 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 يا احمد، الموضوع ملوش علاقة بالاحلام، هم عايزين يوصلوا له رسالة، او بمعنى اصح عايزين يتواصلوا معاه علشان يقدروا يجيبوا حقهم. انا مش فاهم حاجة، انا حاسس انها تايه. بص يا ياسر، في ناس عندهم شفافية عالية، وتقريبا انت من ضمن الناس دي.
يعني ايه شفافية عالية؟ برضو مش فاهم، وضح لي اكتر. الشفافية دي انك تقدر تحس بحاجات الناس العادية ما تقدرش تحس بيها. تقدر كمان انك تتواصل مع العالم الاخر اللي هم الجن والارواح يعني. واللي انا فهمته منك ان الاولاد اللي انت بتشوفها في الاحلام دي ده قارنهم بيحاولوا يكشفوا اللغز اللي حصل سبب اختفائهم. طيب يا محمود، يعني انا دلوقتي مطلوب مني اعمل ايه؟ انك تربط الكلام اللي بيقولوه بالمكان اللي انت بتشوفه، اكيد هتوصلك لحاجة. على فكرة يا ياسر، مش انت بس لوحدك اللي كده، في قواضي كتير في العالم اتحلت بسبب ناس زيك كده عندهم شفافية. وانت عرفت كل الكلام ده منين؟ كان عندي كتاب بيتكلم عن الشفافية وارتباطها بالعالم الآخر. يا ابني ما تسمعش كلامه، اللي بيخش في حوارات الجن والعفاريت والأرواح دي مش بيخلص منها. قرب بس من ربنا وكل حاجة هتخلص. والله يا جماعة أنا ما بقتش فاهم حاجة. اسمع كلامي وحاول تركز في كل حاجة هما بيقولوها. طيب معلش أنا هستأذنكم أنا. يا ابني هو احنا لحقنا نقعد؟ معلش يا جماعة سيبوني على راحتي. استأذنت فعلا ومشيت، وانا ماشي في الطريق عمال افكر، طب لو فعلا الاولاد دي عايزة توصلني لحاجة، طب هم عاوزين يوصلوا لي ايه بالظبط؟ ماشي سرحان مع نفسي وفجأة لقيت ابو سيف قدامي، نده عليا وقال لي بلهفة: بقول لك ايه يا ابني، ما شفتش سيف ابني؟ ايوه حضرتك هو موجود مع محمود واحمد، بس انا سبتهم ومشيت. هو في حاجة ولا ايه؟ رد عليا بخوف: عمر اخوه مش لاقيينه، فانا قلت ممكن يكون معاكم. انا فضلت ساكت مش عارف اقول له ايه. هل هيرجع تاني ولا هيكون مصيره زي الاتنين التانيين؟ لاول مرة اكون خايف كده. هو مش اول ولد يختفي، لكن اول ولد يكون قريب ليا. قطع سكوت يا ابو سيف: يا ابني انت ساكت ليه؟ مش عارف والله اقول لك ايه يا عمي. طب هو ما كانش معاكم؟ لا انا ما شفتوش النهارده خالص. يعني ايه؟ عمر ضاع؟ حصل له نفس اللي حصل للتانيين؟ انا كنت ساكت خالص، ما كنتش بتكلم، مش عارف انت اقول ايه. ساعتها الجملة اللي قالها لي سمير في الحلم تتردد في وداني، انه لو فضلت ساكت الضحايا هتزيد. اعمل حاجة او اتحرك، بس انا مش عارف فعلا اعمل ايه، انا تايه. مفيش شوية وكل المنطقة عرفت، وطبعا من ضمنهم سيف. فضلنا ندور على امل اللي احنا نلاقي حاجة، لكن زي ما كله متوقع مفيش اي حاجة جديدة. بلغوا البوليس وبدأ يتحرك وبدأوا يحطوا كاميرات في كل الشوارع. احلام لسه زي ما هي، وزيادة عليهم والمتوقع طبعا شفت اخو سيف في الحلم بنفس الهيئة اللي كانوا عليها التانيين، وبدأ يتكلم ويقول: انت ساكت ليه؟ اتحرك، اعمل حاجة. طب اعمل ايه؟ فهموني اي حاجة. عمر كان لسه هيتكلم وينطق، لكن في حد صحاني من النوم. صحيت لقيت سيف بيرن عليا، رديت عليه: ايه يا ياسر مش بترد ليه؟ معلش يا حبيبي والله كنت نايم. في حاجة حصلت تاني ولا ايه؟ انا شفت اخويا في الحلم يا ياسر، بس ما كانش بيقول غير كلمة واحدة بس: الحل في ايدي ياسر. شكل كلام الواد محمود صح، اعمل اي حاجة عشان على الاقل اعرف اخويا راح فين. انا عارف انك كنت بتهزه، وعارف برضه انك مش هتسكت. حاضر يا سيف حاضر، شد حيلك. قفلت مع سيف وانا مش بعمل حاجة غير اني بفكر وبس، لكن فشلت اني اربط الاحداث ببعض. فضلت كده لحد بالليل، لحد ما جه ميعاد النوم ونمت. وبدأت احلم نفس الاحلام اللي انا كنت بحلمها، لكن المرة دي كانت مرة مختلفة، لان الحلم كان فيه ابويا ماسك الاولاد ومش عارف رايح بيهم فين، والاولاد كانت خايفة بتحاول تهرب منه لكنهم ما كانوش عارفين يهربوا. صحيت من الحلم وانا مش عارف اخد نفسي وبنهج جامد، وبدأت اسأل نفسي سؤال: هل ممكن يكون ابويا ليه علاقة بالعيال دي؟ وفي نفس الوقت كنت برد على نفسي: لا 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 اكيد ابويا هيعمل كده ليه اصلا يعني، لا 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 شيل الفكرة دي من دماغك اطلاقا. كلمت محمود في التليفون: الو يا محمود. ايوه يا ياسر، انا عايز الكتاب اللي انت قلت لي عليه، عايز افهم عن الموضوع ده وعايز اعرف ازاي اقدر اتواصل مع القرين او الارواح اللي انا بحلم بيها. حاضر، بس في حاجة جديدة ولا ايه؟
لا لا ابدا مفيش حاجه. طيب هو الكتاب عندي عموما، وعلى فكره انت ممكن تبحث على الانترنت وتشوف قصص شبيهه ليك، اسهل ليك من الكتب والحاجات دي. ما انا ناوي اعمل كده، شكرا يا محمود. فعلا بدات ادور واقرا معلومات اكتر عن الموضوع ده، وعرفت ان في ناس عندهم شفافيه عاليه تقدر تعرف الحاجه قبل ما تحصل بحاجات بسيطه. ساعتها افتكرت كل حاجه كانت بتحصل وانا صغير. بدات افتكر لما قلت لامي ان هي تسلم على ابوها قبل ما يمشي فعلا. وفعلا بعدها بكام يوم جدي مات. يعني الموضوع ده عندي من زمان وانا ما كنتش مركز واخد بالي منه. كملت قرايه وعرفت معلومات اكتر، وعرفت كمان ان في انواع تانية عن الشفافيه. في نوع يقدر يتواصل مع الجن ويقدروا يحسوا بوجودهم، او يقدر يشوف اشكالهم الحقيقيه. وكمان في ناس استغلتها في الشر، وفي انواع تانية استغلتها في حل القواضي، وفي قضايا كتير اتحلت بسبب الشفافيه. معظم القصص اللي اتقالت حوالين الموضوع ده ان كان في شخص بيشوف الميت في الحلم، في ناس كانت بتقول ان ده روح الميت نفسه بيتواصل معاها، وفي ناس تانية بتقول ان ده قرينه. المهم الشخص ده بيبدأ يشوف رسائل في الحلم، الرسائل دي بتوصله لحاجات معينة او رسالة. كنت عمال اقرأ لحد ما لقيت اليوم تقريبا طار في القراية. دخلت انام وانا عارف انا عايز انام ليه، وفعلا زي ما توقعت حلمت بالولد الاول. بدأ يتكلم بنبرة عادية. انا اديتك المفتاح، دور انت بقى. ايوه ابويا بقى ليه علاقته بالموضوع ده؟ دور وانت هتعرف. قدرتي ما تسمحش بان اساعدك اكتر من كده، انا بس عرفتك الطريق والباقي عليك. صحيت وبدأت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأت افكر تاني ايه العلاقة اللي ما بين ابويا والاولاد. بس لما فكرت بدأت اركز وافتكر ان مع الاختفاءات ابويا كان بيختفي معاهم تقريبا يومين 3 ويرجع تاني. انا كنت مفكره بيسافر لشغله عادي، بس لو كنت بتشوف اللي انا بشوفه مش هتقول عادي ابدا. واكيد ده ليه علاقة، بس انا مش عارف ازاي. اكيد يعني مش هروح اسأل ابويا. سألت امي هو ابويا فين؟ في الارض يا ابني، زي كل يوم. هيكون فين يعني؟ طيب انا رايح اخرج مع اصحابي شوية. صحيح يا ابني، مفيش اي اخبار عن اخو يوسف؟ هنروح نشوف اهو، يا رب يكون في جديد. انا بقول لامي كده بس انا مش رايح عند اصحابي، انا رايح لابويا. وفعلا جهزت نفسي ولبست ورحت على قد ما اقدر، يعني بحاول ابعد عنه علشان ما يشوفنيش. لكن لقيته عادي قاعد بيشوف العمال والناس اللي بتزرع، مفيش اي حاجة غريبة. بعد شوية ابويا بدأ يتحرك ويروح للارض التانية، لكن مفيش حاجة غريبة برضه. نفس اللي كان بيعمله في الارض الاولى بيعمله هنا. لكني تعبت وقررت ان انا اروح انام. وجم تاني في الحلم، لكن المرة دي كانوا مبسوطين. وواحد منهم قال لي استمر، انت قربت توصل على فكرة، انت ماشي في الطريق الصح، انت اللي بايدك الخلاص، عايزين نستريح. وصحيت بعدها. صحيت وانا الشك بيزيد اكتر واكتر على ابويا، بس مش معايا دليل على كده. فضلت كام يوم اراقبه لكن مفيش حاجة بتحصل، لحد ما زهقت وحتى الاحلام بطلت تيجي. لحد ما وصلنا يوم 15 في الشهر، كانت تقريبا الساعة 8 بالليل. ساعتها جه تليفون لابويا ومرضاش يتكلم قدامنا. دخل الأوضة وقفل عليه، وانا اتحركت بحجة اني داخل الحمام، لكني كنت بتصنت عليه وسمعته بيقول ايه بقى من ورا الباب. عملت ايه؟ طيب الكاميرات المتعلقة متأكد؟ تمام، الساعة 12 بالليل هكون عندك، وكمان يكون البيت ناموا. حسيت ان ابويا قرب على الباب وهيفتحه. دخلت اوضتي بسرعة. يعني ايه؟ يعني ابويا فعلا ورا كل اللي بيحصل ده؟ انا من الصدمة مش عارف اقف على رجلي. قعدت شوية استوعب اللي انا سمعته، وبعدها خرجت من الأوضة ورحت اتكلمت مع ابويا. بابا، خير يا ابني، في حاجة ولا ايه؟ مفيش، بس يعني مخنوق شوية، قلت اروح اقعد مع محمود. وهتيجي امتى؟ على بكرة ان شاء الله. ماشي، بس اوعى تخرج في حتة بالليل، دنيا خطر يا ابني وانا خايف عليك. ما تقلقش يا ابويا. وطبعا ما رحتش لمحمود ولا حاجة. كان في كده قهوة بعيدة عن البيت بحاجة بسيطة، رحت قعدت فيها، بس قعدت بطريقة معينة كده عشان لو ابويا نزل ما يشوفنيش. وعدى الوقت لحد ما جت 12 بالليل ولقيت ابويا نازل. استنيت لما يمشي شوية ومشيت وراه.
بدأ يدخل في شوارع ويخرج من شوارع تانية لحد ما وصل لأرض فاضية. كانت أرض زراعية، لكن دلوقتي هي مهجورة. وفي وسط الأرض دي كانت في أوضة من الخشب. وبدأت أجمع شوية وأركز في المكان اللي أنا فيه. أيوة، هي دي الأرض اللي أنا كنت بحلم بيها دايما. كان في حد مستنى أبويا بره الأوضة دي، واللي توقعته إن ده هو اللي كان بيكلمه في التليفون تقريبا. أبويا بصله وبدأ يتكلم وقال: فين يا صابر اللي احنا اتفقنا عليه؟ وهي دي أول مرة يا حسنين على العموم العيال موجودة في الأوضة. حد شافك؟ الموضوع بقى صعب يا صابر، دلوقتي بقى في مراقبات وبقى في كاميرات. يا حسنين ما انت عارفني في الحاجات دي وما بتأثرش معايا مهما عمل. هنعمل اللي بنعمله دايما ومحدش هيكتشف حاجة. عفارم عليك يا صابر. وانا اتحركت لحد ما وصلت ورا الأوضة وبقول يا رب ما يحسوا بيا. دخل صابر، دخل الأوضة دي وخرج بولدين من المنطقة عندنا. أنا العيال دي عارفهم، العيال كان شكلهم متخدرين. صابر ده مسك العيال ومش راضي يسيبهم. وأبويا بدأ يطلع حاجات من الشنطة اللي لابسها. الحاجات دي كانت شمعة وقلم أحمر وورقة كبيرة. أبويا بدأ يرسم بالقلم الأحمر ده نجمة خماسية. على كل زاوية من النجمة دي حط شمعة، ويطلع كتاب، والكتاب كان شكله غريب جدا. أبويا قبل ما يقرأ بص لصابر، وصابر كأنه فهم هو قصده إيه. بعد البصة دي صابر دخل العيال جوه النجمة، وأبويا بدأ يقرأ. بدأ يقول كلام غريب، بيقول اقبلوا هذا القربان، وبيكررها. أنا كده خلاص فهمت تقريبا هما بيعملوا إيه، لكن زي ما تقول كده فات الأوان خلاص. لسه هبدأ أتدخل وأقول إيه اللي بتعملوه ده، بس فجأة حسيت بهوا سخن بدأ ينتشر في المكان بطريقة غريبة. وأبويا بصوت عالي: يلا يا صابر نفذ. لقيت صابر طلع سكينة من جيبه وذبحهم من غير أي رحمة. منظر الرقبة وهي بتتقطع صعب، أنا لحد دلوقتي مش قادر أنساه. أنا شايف كل ده قدامي ومش قادر أتحرك. اتشليت فجأة. اللي اسمه صابر ده بعد ما ذبحهم وبدأ يمسك في رقبة كل واحد فيهم وينزل دم تحت النجمة، ساعتها خدتني الجرأة واتدخلت. انتوا بتعملوا ايه؟ ياسر، تعرفت مكاني منين؟ مش مهم انا عرفت منين، المهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ فهمني بس، انت وصلت ليا هنا ازاي؟ ولا هحكي لك على كل حاجة. حكيت لابويا كل اللي حصل من اول الاحلام لحد ما وصلت لهنا. بدأ يتكلم صابر: ابنك ما ينفعش يتساب يا حسنين، ابنك كنز، اللي احنا بنعمله في شهور هو ممكن يعمله في ايام. انتوا عايزيني في ايه؟ ولا انتوا بتعملوا ايه اصلا؟ مش فاهم حاجة، انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ ابويا بدأ يتكلم: بص يا ياسر، الكلام ده لو طلع بره صدقني انا هقتلك. انا ابوك، بس صدقني هقتلك. للدرجة دي يا بابا؟ هتقتل ابنك بسهولة كده؟ ده الموضوع خطير قوي بقى. طيب احكي لي يا بابا. ببساطة يا ياسر، الموضوع مش محتاج ذكاء. انا ساحر، بجيب الكتب وبحضر وبعمل اعمال، وده السبب اللي كنت بسافر كتير علشانه. وده شغلي اللي انتوا ما تعرفوش حاجة عنه. والشفافية اللي عندك دي انت وارثها مني. انا عندي نفس اللي عندك يا ابني، بس الفرق اني استخدمته بطريقة وحشة، بطريقة تجيب لي فلوس وبس. من كام سنة عملت عهد مع الجن ان كل فترة لازم اديهم روح طفل، لان هو ده اللي بيديهم القوة. مقابل كده غنى وفلوس ما تتعدش يا ابني. وفعلا لما عملت كده انا بقى معايا فلوس كتير، فلوس انت نفسك ما تعرفش عنها اي حاجة. وبدأت اشتري اراضي وازرعها علشان محدش يقول هو جاب الفلوس دي منين. انت شيطان. شيطان بقى عفريت مش هتفرق، المهم ان انا باخد مصلحتي. المهم كمان دلوقتي ايه رأيك بقى تكون معايا؟ انت عندك شفافية تخليك تقدر تتواصل معاهم بسهولة. ايه؟ لا انا عمري ما هشارك في الجريمة دي، والكل لازم يعرف. صابر اتكلم بعصبية: صدقني لو فكرت بس تعمل كده هتكون ميت زيهم. امسكوا يا صابر. انا طلعت اجري، فضلت اخش في شارع واخرج من شارع لحد ما توهته معايا. من كتر الجري تعبت.
حاسس ان انا بفقد الوعي تقريبا. بدأت اشوف الاولاد تاني. الاولاد بيتكلموا معايا. انت شفت كل الحقيقة، هتسكت؟ في يوم من الايام ترضى ان مصيرك يكون زينا؟ قالوا الكلمتين دول وبدأوا يختفوا واحدة واحدة. صحيت على مية ساقعة بتترمي في وشي. ايه يا ابني مالك؟ ايه اللي حصل؟ انا فين؟ يا ابني انت في الشارع. كنت رايح علشان اصلي الفجر، لقيتك مرمي في الشارع ففوقتك. شكرا يا حاج، والله شكرا. طب انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. طب اروحك؟ لا انا كويس، شكرا. ومشيت. ومفيش كام دقيقة وسمعت اذان الفجر. لقيت نفسي بدخل الجامع وبتوضى واصلي. بعد ما صلاة الفجر خلصت مسكت المصحف وبدأت اقرأ قرآن. بدأت استريح نفسيا ونمت في الجامع. صحيت تقريبا 9 الصبح وخرجت من الجامع على طول على القسم. رحت وبلغت وحكيت لهم على كل حاجة عن ابويا، وعرفتهم مكان الارض والأوضة اياها. وفعلا البوليس بدأ يتحرك. وصلوا للأوضة الخشب دي اللي كان فيها ابويا وصابر، بس تقريبا كده هم هربوا. بس النجمة الخماسية كانت لسه موجودة والدم مازال موجود لحد دلوقتي. كان انا مش عارف هم راحوا فين. بدأوا يحفروا حوالين الأوضة، وكانت الصدمة لقوا 3 هياكل عظمية باللبس بتاعهم. الضابط بدأ يسألني امال فين الاتنين التانيين، وانا ما كنتش اعرف. بدأوا يدوروا على ابويا وصابر شريكه في كل مكان ممكن يكونوا فيه. وبعد ما عدى كام يوم قبضوا عليهم واعترفوا بكل حاجة. طبعا القضية اتحولت لرأي عام وكله بيطالب بإعدامهم، وهو ده اللي حصل فعلا. اتحكم عليهم بالإعدام. بس أنا مش هنسى البصة اللي كان بيبصها ليا بعد ما القاضي نطق بالحكم. مفيش شهر وتنفذ فيهم حكم الإعدام. أما بقى بالنسبة لأمي فهي دخلت في دور اكتئاب، ولا بتتكلم ولا بتقول أي حاجة. وبالنسبة ليا فأنا مش عارف أنا عملت الصح ولا الغلط. هل صح إني رفضت الظلم حتى لو كان أبويا هو اللي ظالم لنفسه، ولا غلطت إني وصلت أبويا الحبل المشنقة بإيدي؟ وأخيرا الحمد لله عرفت أنام بعد فترة طويلة ما كنتش بدوق فيها طعم النوم. لكن اللي مش فاهمه إني حلمت بأبويا، حلمت بيه هو على أبشع هيئة ممكن بني آدم يشوفها. كان شكله شكل المسخ، شكل شيطان. كان بيبصلي بحقده وبيقول مش هسيبك، مش هتعرف تخلص مني يا ياسر. صحيت مفزوع ومش عارف اعمل ايه. خايف خايف من ابويا. اصل انتوا ما شفتوش النظرة اللي كان بيبصلي بيها، نظرة كلها حقد. انا هديت كل اللي كان بيعمله في سنين. نظرة انتقام صعبة قوي. ارجوكم ساعدوني. لو حد يقدر يقول لي انا اعمل ايه او اتخلص من اللي عملته ده ازاي، يا ريت تعرفوني. انا مش عارف اذا كان كده خلصت ولا لسه، بس لو في حاجة جديدة اكيد هرجع اعرفكم بيها. ممكن يبقى في حاجة جديدة لكن ما اقدرش او ملحقش احكيها، مش عارف بقى. ارجوكم ما تنسونيش من دعواتكم. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب اشكركم بما انكم وصلتم لحد هنا، وحابب اشكر كمان الكاتب اسماعيل هشام على كتابته واعداده الحلقة. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات شايفين اللي هو عمله ده الصح ولا لا. وكمان ما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على فيسبوك، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كمان ما تنسوش لو اي حد عنده قصة حقيقية حصلت له او قصة من تأليفه حابب انها نذاعها، يقدر يبعت لي على الاكونت الشخصي برضه، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. يلا تصبحوا على خير، سلام.